وبعدين قالوا لي التذكره هنسيبها لك في المكتب البابوي. كان ساعتها سيدنا الانبا ارميا، كان ابونا ارميا افامينا، كان في مكتب السكرتاريه، وقال لي التذكره موجوده، انبا دميان هيبعت التذكره. رحت المكتب خدت التذكره، بصيت التذكره لقيتها غرجاده فرانكفورت، طلعوها لي من مطار من الغردقه لفرانكفورت، وكانت طياره شارتر. الكلام ده كان بالظبط عشان اكون فاكر 16/12/97. 16/12/97. طبعا اليوم ده ما تنسيش، عشان كانت درجه الحراره في الغردقه الجو شتاء في مصر، بس درجه الحراره فوق ال20. وانا ركبت الطياره. وبعدين بالمناسبه قبل ما انسى عشان الذاكره ما تخنيش، البابا شنوده سلمت عليه قبل ما اخد التذكره، وراح مديني مبلغ من المال دولارات وقال لي خد خليهم معاك. بجد يا سيدنا؟ دي كمصاريف لنيافتك وانت مسافر؟ اداني مصاريف ظرف واداني فيه مبلغ دولارات، واحكي لك على الدولارات دي قصتها. كأب بيدي الابن وهو مسافر طبعا. من غير طبعا اكيد نيافتك ما طلبتش، دي حاجه منه هو. ده ظرف اداهوني وقال لي خده خليه معاك يا ابونا وربنا يبارك، وصلى لي وقال لي ربنا يبارك خدمتك. وانبا يوسف برضو ادالي مبلغ اخليه معايا. المهم ركبت الطياره من الغردقه، نزلت مطار فرانكفورت. قبل ما انزل مطار فرانكفورت انا جاي حظي جنب الشباك، فمشينا، هو 4 ساعات مسافه. نص الطريق الشمس طالعه، وانت طالعه فوق في الاجواء، فيبقى فوق السحب الشمس طالعه. لما دخلنا بعد ما عدينا البحر الابيض المتوسط بدأنا نخش على جنوب اوروبا، بدأت الدنيا تبقى فيها سحب، وبعدين الطياره ماشيه في سحب. شويه شويه قالت احنا خلاص هنستعد للنزول. بصيت لقيت الدنيا بيضه، بص من الشباك يمين شمال الدنيا بيضه. الطياره نزلت، الارض يا دوبك فيها ممر صغير اسود والجناب يمين شمال ابيض. فانا قاعد، هي دي فرانكفورت؟ البلد مالها بيضه كده؟ يا بيضه كده ليه؟ وكان في ديسمبر طبعا على الكريسماس، وكانت الدنيا، فانا استغربت قلت ايه ده؟ انا عايش في البلد دي؟ انا اخدم البلد دي؟ اكيد مش هي دي. هعمل ايه هنا؟ ايوه اكيد دي مش هي دي البلد. فجت المضيفه، هي كانت المانيه، دي كانت اول كلمه بقى اتعلمتها. فقلت لها لو سمحتي، بتقول لي انت ليه قاعد لغايه دلوقتي هنا؟ يعني الناس نزلت من الطياره سيدنا ونيافتك قاعد؟ الناس كلها نازله وانا قاعد مستني بس ان هم يقولوا لي دي بقى. هي قالت خلاص، هي قالت في الميكروفون، بس انا تقريبا من الصدمه ما سمعتش او ما فهمتش. من شكل الثلج، فاللي هو ايه ده؟ غريب قوي، والدنيا عماله تنزل ثلج زي، والثلج هناك زي عارفه كده، يعني زي غزل البنات لما ينزل يبقى ابيض كده، ينزل وبيدي بقى ضوء كده. فقالت لي احنا خلاص وصلنا فرانكفورت ودي المحطه النهائيه، وتفضل حضرتك انزل. انا نزلت، بصيت لقيت البلد كلها بيضة. فقلت لها انا هسأل ايه دي؟ قالت لي ده السنو. فقالتها لي بالانجليزي وقالتها لي بالالماني شني. وكانت اول كلمة اسمعها في حياتي شني، وعرفت يعني ايه شني، يعني سنو، يعني تلج. معنى كده انبا ديسكوروس ما كانش يعرف الماني ولا بيتكلم الماني؟ ما كانش عندي خلفية عن اللغة الالمانية، وكنت اتكلم بس اللغة الانجليزية.